اتقلبت على ظهرها خلاص. تعال نساعدها طب ولا ايه؟ ساعدها ما ده احنا. طب احنا كده مش عارف نصور ولا ايه؟ لا ارميها. بعدين في القرف ده بقى يا عم. ازيكم عاملين ايه واهلا بيكم في الزغزوغه. حلقتنا النهارده فرضيات متزغزغه. عامل ايه يا دوله؟ ياسين ايه الاخبار يا حبيبي؟ عامل ايه؟ انا الحمد لله تمام. انت عامل ايه؟ تمام يا حبيبي الحمد لله. ايه بقى قول لي عندنا ايه النهارده؟ عندنا شويه، انا في كام حاجه كده اسئله فرضيات كده فكرت فيها، ماشي. فممكن نبتدي بيها كده اسالك فيها ونشوف ايه، نشوف انت رايك فيها. انا هيحبني رايك جدا في الحاجات دي. يلا بينا. اسئله تعجبك جدا يا يعني. سلام انا جاهز يلا بينا. تقبل تتجوز واحده عندها ستريتش ماركس؟ يا ابن الله دي هنبتدي تنمر كده على طول. لا يا عم الأول. والله مش تنمر، انا قصدي اصل في موضوع مثار على فكره. في ناس فعلا ما بترضاش تتجوز الحاجات دي، سيلكتيف جدا يعني. انا بالنسبه لي اختار. يا عم اقبل، ايه المشكله يعني؟ يعني انت ده الطيب بتاعك ولا تقبل لا اقبل خلاص؟ عادي، مش شرط طيب او حاجه، بس لا اقبل عادي ما فيهاش مشكله. يعني ايه اللي عيبها؟ مش فاهم يعني. يعني انت شايف ان الناس اللي بص الخنفسه معانا برضو الحلقه بالنسبه لها جميله. ايه ده؟ جايه تحضر ايه ده؟ مش الزغزوغه يعني. عارف. انتوا شويه والله حاجه لذيذه يعني. احنا كده ايه، لينا جمهورين. يعني في الكاميرا ومعانا سيبها نساها خالص بقى عشان- السنه اتقلبت على اتقلبت ظهرها. خلاص. تعال نساعدها طب ولا ايه؟ اتقلبت تاني خلاص. ما فيهاش. هي اتقلبت من كتر الضحك. بس سؤال، هي معترضه على الاسترتش ماركس برضه، مش عاجبها الشغلانه دي. يعني انت بالنسبه لك يا مستر عمر ما فيش مشكله انك انت تتجوز واحدة انا stretch بالنسبه marks. لي لا عادي، يعني حتى لو تخينه عجله ايه اللي انا بقول؟ بقول لك مش انت تقول لي مش عايز تنمر. لا يعني انا بالنسبه لي لا عادي، حاجه ما تعبهاش. يعني ايه المشكله؟ انا خايف. ايوه انا خايف. في ايه؟ داخل على البيت بتاعته. فين؟ اهي. خلاص يا عم سيبها، هي مش عاجبها السؤال. ليه مش عاجبها السؤال؟ ما عندكش مشكله تتجوز لا واحدة انا stretch. بالنسبه لي لا عادي. انت ايه رايك طيب؟ تقبل؟ انا لا طبعا ما اقدرش اعيب حاجه زي كده. ما عنديش مشكله، مش ده اهم حاجه بنبص عليها. كدابه عمر. بصلاح. انا فعلا كداب يا انت مستر عمر. كداب يا انا مصطفى. بحب العود أنا عارفك. الفرنساوي. انا عاشق العود الفرنساوي. تعرف منين يعني بس؟ ايه السؤال ده؟ صح. هو هسألها، ممكن اسألها او بيبان برضو من بره يعني. هيبان ان عندها ستريتش ماركس. بص ما هي ممكن تجاوبك عادي، تيجي مش لك هتقول لك، هي مش هتقول لك. او ممكن تيجي لك سكه عادي. ايه المشكله؟ انت تخيل اصلا انت يعني الموضوع ده هتسيره ازاي معاها؟ هتقول لها ايه؟ تقول لها انا محتاج ترويج جدا ومش عارف ايه. تقول لك ايه؟ ماركس. تقعد بقى تقول لك انت يعني ده اللي هيوقفك عن جوازي، انت راجل مش حد تشتمك يعني. لا انا شايف لا، هي لو جات لك سكه هتبقى حاجه حلوه بصراحه. يعني لا انا طب عندي قلت لك كذا. انا عندي، طب خلاص وانا هجي لك سكه، انا مش عاجبني الشغلانه دي. طب بقول لك ايه، طب ما تيجي نعكسها. افرض قالت لك قال لك الحمد لله. لو جت سالتك بقى قال لك يعني انت هتقول لها ايه؟ هتفرق معاها في ايه؟ هتفرق معاها في ايه؟ لا على فكره بقى في بنات تقول لك لا ما بحبش. لا هي عندها حق طبعا. احنا كل واحد فينا عنده متطلبات. انا ما بحبش الستريتش ماركس وهي كمان من حقها ما تطلبهاش. وقفل على الموضوع ده عشان احنا بعد كده مش هنعرف نمشي صور أكتر من كده. اتقفل الجوازه باظت على حاجه زي كده. هقول لك هتقول لابويا ايه؟ ايوه فاهم. هقول لابويا قاعد وسط اصحابك ايه يا ابني اللي بوظ الجواز؟ ستريتش ماركس. طب هقول لك عندي فرضيه حلوه. لو انت معزوم في مكان عند قرايبك زي صحابك وما عزمكش على حاجه او ما قدملكش حاجه، هتعمل ايه؟ وانت المفروض معزوم عندهم، هتعمل ايه؟ هي مش فرضيه، هي حصلت؟ حصلت لي، ما انت عارف. طب ايه اللي حصل؟ احكي لي. رحت قبل كده عند واحد صاحبي. ماشي عارفه انت، مش هقول اسمه عشان انا مش جاي معايا سكه. ماشي قول. عشان عمل خلاص كام عرفت- موقف عرفت. كده. خلاص قول. مش هشهره، مش هقول انا اسف. رحت يا باشا البيت عندهم، كنت قاعد عنده بنهزر وبنضحك وبتاع. انا بحب ابوه جدا الصراحه، والده. انا بقول لك خلاص بحبه عرفت جداً. هو. ماشي. راح خرج بره، خرج من باب. ياسين ازيك عامل ايه؟ قلت له عمو الحمد لله. قال لي ازاي يا ابني ما حدش قدم لك حاجه؟ فانا اتحركت قلت له لا بس مش مشكله، مش انا زي ابن حضرتك، مش فارقه معايا وبتاع. ماشي. لا ازاي؟ يلا هاتوا له الجاتوه اللي في الثلاجه، عايزها بايه؟ قلت له لا شكرا يا عمو وبتاع. ماشي. فبس فضلت قاعد شويه. محدش جاب لي حاجه. وهو ما دخلش ولا قال حاجه؟ هو مش نزل اصلا. يعني ابوه نزل. فانا ماشي. قاعد محدش جاب لي حاجه، محدش قدم لي حاجه. فقمت جايب الواد، قلت له يا واد يا محمد، انت تاكل حته الجاتوه بتاعتي؟ فين يا ابني الجاتوه بتاعتي؟ قال لي جاتوه ايه يا ابني، ده بابا بيحور. يا ابني انا اتصدمت صدمه. انا فضلت قاعد،
انا عمال اكل في ريقي، يعني انا عمال ابلع ريقي وبتاع. والله العظيم نزلت جبت جاتوه، خلاص انت والله العظيم رحت نزلت جبت جاتوه. فتح نفسك. انا نفسي، انت فاهم، فتحت لي نفسي وقفلتها لي. قلت والله لا اكل جاتوه. لا بس عارف والله يعني هو ايه في دماغه ان هو يهزر في حاجه زي كده؟ ده انت حتى انا ضيف هزار يا ابني، فاهم؟ انا مهم الراجل ده بقول لك راجل بحبه. انا مش عارف بعد كده بروح البيت عندهم انا مش عارف اتعامل معاه ازاي. اه لو انت بتتكلم بجد ولا بتهزر. انا مش عارف اتعامل معاه بعد الحركه اللي عملها دي، وانت بتهزر ولا احرجتني ولا عملت ايه. لا بس حاجه غريبه بصراحه يعني. مواقف عارف انت غريبه يا اللي- عم، احنا طول عمرنا المواقف دي بنتعرض لها، مش فرضيه ولا حاجه يعني، خلاص حصلت لنا يعني. طب انا عندي فرضيه ثالثه. لو انت متجوز و يعني قدامك 3 ايموجيز بس تبعتهم لمراتك، تختار انهي 3؟ 3 ايموجيز. لا انا بالنسبه لي هو ايموجي واحد بس مفيش غيره، مش معنى واحد يعني. عشان ننهي القصه دي. انا بالنسبه لي واحد بس. اها، تعرف شغل الايموجيز ده رخم شويه، ما تعرفش تبعت بيه وبتاع. يعني ايه مش فاهم اللي يا ابني بتعمله؟ هو طب ده بص يا عبد الايموجي، الرحمن، ركز هو ده. هو ده الايموجي. ده انت عشان تغلط البت يا عيني. خلصت. تعال اي طلب منك تروح مديلها واحد منك. يا عمر انا عايز اخرج. خلاص خلصت. يا عمر انا عايز والله فكره والله. ومن لا مكاني تناشد هنا- ناشد الناس فعلا. ومن مكاني هنا بقول للرجاله احنا متفقين على الايموجي دوت. اي حاجه هتطلبها منك هتعمل ايه؟ طب انت نفع معاك الحوار ده قبل كده؟ ما تتكلمش، خلاص خلصت. لو هو تيجي عايز حاجه الموضوع لا هو سهل عليها كتير بصراحه. سحر. خلاص خلصت اللي هو والله فاهم؟ أنا- هو مش باين يعني، هو المفروض مالوش رد، انت فاهم اللي هو قاعدين بنهزر على فكره هو وبنضحك. البتاع ده بينفع مع الرجاله برضه. انت فاهم، تبعت له، تخيل انت بتتكلم مع واحد صاحبك كنت تبعت له الوش ده كده، طب ما هو هيفتكرك ايه؟ هيشتمك، هو هيشتمك يعني. طيب؟ عايزه فلوس. الموضوع خلصان. طب يا باشا الفرديه الخامسه، قول لي. لو صاحبك كل ما يستلف منك فلوس ما بيرجعهاش، هتتصرف معاه ازاي؟ هي مش فرضيه، هو ده بيحصل اصلا يعني، هو ده على طول انت بذمتك اكيد اصحابك هو انا مش كلها- عايزين نجيب سيره حد بقى، الله يهديك. فين ال 15 جنيه اللي عليه؟ كلام ده عيب عيب وانا بقول لك كلام سكس. ايه يعني هتعمل ايه؟ قول لنا كده اول حاجه هقول تعملها لك ايه؟ انا بالنسبه لي الاول هتعامل معاه بالحسنى. ايه الحسنى بقى؟ بطريقه لطيفه ظريفه. ابعت له مسج على الواتساب، عندي موقف ما مزنوق في اي حاجه محتاج الفلوس يعني. مم. فانت عارف مش هردش، عمل سين ما ردش. عمل سينو ما ردش. عمل ايه يا باشا بعد كده؟ كلمه في التليفون يعني ما ردش. برضو. انا بالنسبه لي اروح لامه. جاي اخد الفلوس اللي انتوا نصبتوا عليا فيها يا خميس. مين دول اللي نصبوا عليك يا خالد ابوجي؟ انت وابوك يا خميس. انا وابويا نصبنا على مين يا خالد ابوجي؟ انتوا الاتنين نصبتوا عليا انا. مين دول اللي نصبوا عليك يا خالد ابوجي؟ هي امه بقى اللي هتحل في الموضوع ده من دوت. الاخر شغل اعدادي ده. إيه؟ تطلع لهم. ايوه واقف تحت البيت بقى طب لو امك نادي. قالت لك مالكش فلوس عندنا هتعمل ايه؟ يا عم دي تبقى عيله بقى يعني انت فاهم العيله كلها كده بقى، ابوه بامه، فخلاص بقى اللي هو فاهم قاطعهم. بعدين انت مش عليك فلوس ولا ايه؟ انت اتعشيت ايه النهارده يا عمر؟ طب انت كده طب خلاص اقعد ساكت بقى عشان بلاش قدام قدام الناس. ما تتكلمش تاني. فرضيه كمان، لو في وجبه واحده بس تختارها تاكلها طول عمرك، تختار ايه؟ وجبه واحده وفتيك. والله انت على الادب. طب انا لو يا مراتك ابني أنا لو خلاص مراتك حبيت يعني لو إيه؟ مراتك هتعملها لك، لو مراتي لا تتعلمها بفتيك، حتى لو ما برضه؟ بتعملوش انت هتعمله. حبيته للدرجه دي؟ فطار غدا عشاء انت عايز ايه؟ انا بالنسبه لي يا عم بفتيك. والله بتيجي صدفه، انا مش قصدي يعني. لا بس انت بتعمله حلو بصراحه. انا اللي بعمله خلاص. انت بفتيك. بقى خلاص يا باشا. هو انت مش عارف بيرمي على ايه؟ طيب قصده ايه طيب؟ لا والله يا عم بقول لك البفتيك والله مراتك. بص بقول ما لك تفتكرش مراتك. حاجه البفتيك والله. بقول لك مراتك. لا بفتيك برضه. ماشي. حبيت اعمل ايه يا عم بفتيك، الموضوع خلصان. تقبل تتجوز واحده كيرفي؟ اقبل، ما اقبلش ليه؟ لا بجد والله تتجوز واحده كيرفي؟ عارف ما هو كيرفي بأنهي نوع بالظبط طب انت ايه يعني، ايه انهي نوع بالظبط؟ يعني؟ ايه اللي في دماغك يعني؟ انت ايه النوع يعني انت هو الكيرفي انواع؟ اه انت معروف. بتحب انهي نوع يا مستر دول؟ انا بالنسبه لي البلدي. يا مثبت العقل والدين. البلدي مفيش احلى منه بصراحه. لا يا راجل حرام عليك، انت ما اعرفش ان ذوقك كده الصراحه. لا البلدي يا باشا يكسب في اي حاجه. انا عندكش بالنسبه لي مشكلة. انا بالنسبه طب تتجوزها كيرفي بلدي، ولا بعد ما تتجوز بقى تلاقي يعني بعد ما تتجوزوا تتحول هي تبقى كيرفي بلدي؟ لا اتجوزها كيرفي بلدي قبل الجواز بصراحه.
ده اشمعنى يعني؟ انت عارف بعد الجواز البتنجان بياخد الكيرف في ايوه حتة يبقى كده تانية. بلدي بقى ده هو ده يعني البلد تمام. اللي بجد. بلدي 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 خليك فاهم. يعني انت مش من تيم العود الفرنساوي، لا لا لا، انت تيم الكيرفي انت البلدي. انت شكلك عود فرنساوي ها؟ بصراحه والله على حسب، نفس الكلام ها. في ستريتش ماركس ولا في لا مفيش. خلاص احنا نقفل الموضوع بتاع ستريتش ماركس ده عشان ما نروحش فيه في داهيه. يا عم ماشي خلاص. طب انا بقى عايز اسالك سؤال حلو، فرضيه كده في الجامد منه. يسال يا مستر دولا. لو انت ربنا دلوقتي يستر. لو دلوقتي انت ومراتك اتخانقتوا ماشي. وهتصالحوا بعض باغنيه، فتفتكر كده هتغنوا ايه لبعض؟ يا ابن اللذينه. حلوه حلوه. آه. طب هقول لك حاجه، لو هي هتصالحك تحب تغني لك ايه مثلا؟ عشان ده جوزي حلال. تخلطه بالدنيا عينيا وحشيله جوه عينيا واتشرف اني لا لا حلوه. هي مش هي، لا هو انا ما اتصالحش يعني ده هي اللي ده هتصالحك، ممكن ها؟ يصالحني. ده اللي ممكن يصالحني. طيب ماشي. طب اقول لك حاجه، طب لو انت بقى هتصالحها هتغني لها ايه؟ يعني بص هي ثانيه ما نفهم حاجه، مين اللي غلطان انا ولا هي؟ لا هي اللي غلطانه. وفلوس ولبس وايفون. رحلة نظافة من خيري، ده الفار بيدخل بيتكو يسب الدين في سيرتكو علشان يشم ريحتكو. ده انت بهدلتها خالص يا باشا هي غلطانه. انا بقول لك وربنا يكون في عونها، ربنا يستر عليها. لا يا عم طبعا مش هنعمل كده يا عم. يا عم دي مش فرضيه هنعمل كده بقى. لا طبعا لا. طب انت هتعمل ايه بجد؟ لا يا باشا بصراحة. طبعا ورد وكلام جميل، مراتي حبيبتي طبعا. انا مش عمري ام ما عملت العيال كده. يعني ها؟ ورد وشوكولاته. ورد وشوكولاتة. ده مسلسل ورد وشوكولاته انا. هنبتديها كده هو ورد وشوكولاته ده بتاع فراج. ده حلو، ده حلو المسلسل ده، جاي من بيقولوا عليه حلو. بتاعت المذيعه. طب اخر سؤال، ماشي اديني. لو ضميرك كلمك هيقول لك ايه؟ ضميري ينفع كده؟ ينفع البهدله دي قدام الناس؟ قلت لك كذا مره خلي ده بيني وبينك، بيني وبينك يا اخي. انت ايه ما عندكش شويه؟ وبكده زازوخت النهارده خلصت. قولوا لنا في الكومنتات تقبلوا تتجوزوا حد عنده ستريتش مارك. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. سلام يا متزغزغين. سلام.